السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة مش عايز أقول وأعيد على سيف جارد، مش عايز أقول كل شوية وأعيد يا جماعة ركبوا سيف جارد. أي موتور مهما كان رخيص مهما كان غالي براند عالي، أي موتور في الدنيا لازم تركب عليه سيف جارد. هنا طبعا احنا في جراج، والمكان طبعا هنا رطب جدا، فظابط 37 34. أنا بحب أخليها درجة واحدة بس، بحب أخليها درجة واحدة 37 36 زي الفل. بحب اخليها درجه واحده. طبعا درجه في النص دي يا جماعه اسمها درجه الحراره الحاليه، دي درجه الحراره الحاليه. ظبط السيف جارد بتاعنا سهل جدا، السهم ده بيزود وينقص زي ما انت عايز، سهل جدا. ونفس الكلام هنا بالشاشه، خاص بالشاشه التعليق اللي هي فصل، بيزود وينقص، سهل جدا جدا. النص ده مالكش دعوه بيه خالص. تمام. الدخول بتاعنا اهو، ده الدخول بتاعنا في المسمارين دول. في هنا مسمارين مالكش دعوه بيهم. الخروج مسمارين اليمين تخرج منهم على الاوتوماتيك. فين في الاوتوماتيك؟ كتير سألني وبيعيد السؤال. طبعا الناس جداد اكيد على الصفحه، الناس على الصفحه اكيد جداد على الصفحه. بسم الله بسم الله. بتخرج هنا في النص، بتركب هنا السيف جارد في النص عشان ما تتوهش نفسك. الموتور بتاعك في الطرب. بص الموتور فين اهو، الموتور اهو، الموتور سلك هنا وسلك هنا. تمام. انصح بقى مع الموتور الضخم اللي زي ده كده، الموتور الضخم اللي زي ده كده تركب كونتاكتور عشان ما يلدعش معاك ابلاتين زي كده. شايف الابلاتين عامل ازاي؟ الابلاتين بص مشبر ازاي، مسود ازاي، علشان مفيش كونتاكتور. انصح بتركيب كونتاكتور. تمام، علشان يحمي معاك ابلاتين الاوتوماتيك. تمام. مهم جدا جدا يا جماعه لما تركب سيف جارد، اهم حاجه يكون عندك وعي تركبه ازاي. يعني ما تلخبطش في الكهرباء، ما تديش درجه حراره عاليه جدا ودي واطيه جدا. تمام، يبقى عندك ادراك بركب ازاي وبتعلم بالظبط عشان تركبه سهل جدا، ممكن اي حد يركبه. دخول الكهرباء اللي جاي من العمومي، خروج على الاوتوماتيك، سهل جدا جدا ان شاء الله. وربنا يصلح حالنا وحالكم، بارك لنا وبارك لكم. في حاجه برضه عايزين انبه عليها، الجماعه اللي منزلين ازايز دول ويفتح لك ميه، ده عالم نصابين. هقول لك ليه، صلى على النبي عليه السلام. هب ان المواتير البالونتين دول ازازتين ميه، هيجيبوا ضغط منين؟ دي اسمها مش اسمهاش بالونه، دي ما اسمهاش بالونه خالص نهائي خالص، دي اسمها خزان 24 لتر، اسمها كده، الاصل بتاع كلامها اسمها خزان 24 لتر. تمام. الخزان ده ما معناه لا بتخزن القوه المندفعه من الموتور، بتخزن القوة المندفعة من الموتور، وبتعمل رد فعل أثناء ما الموتور ساكت. أصبح فعل رد فعل، فعل رد فعل. أنا واحد يجيب لي شوية أزاز يرصهم لي ويفتح الحنفية بشش يا فرحتي. طبعا كل ده كلام دجل، يعني دجل. كنا ركبنا يا جماعة هنا كده لغاية الآخر كده، جبناها من أول الخزانات لغاية الآخر بلالين، نقضيها بلالين. زي ما كل واحد برضو يكلمني، هي منظومة بتطلع الدور الكام؟ في حاجه اسمها منظومه تطلع الدور الكام؟ في حاجه اسمها بالونه تطلع الدور الكام؟ يا عم الحاج انت لو جبت من اول الحيطه هنا لغايه اخر الحيطه رصيتها بلالين 24 لتر، وجبت لك بالونتين قد الخزان ده كده، تمام، مش هيطلع ميه الدور الاولاني، مش هيطلع ميه الدور الاولاني. السقف ده، شايف السقف ده كده، مش هيطلع لك ميه. ليه بقى؟ لان المنظومه او البالونه الكبيره او الصغيره او ال 200 لتر او ال 1000 لتر، البالونه خزان مش بالونه، والداخلي بتاعها اسمه دايفرام، ما اسموش بالونه داخلي بالونه، اسمه دايفرام. تمام. الاصل بتاع كلامه بقى، الكلام ده من شركات الام، خلي بالك يعني، انا جايب لك مسميات مش شركات الام. الموتور وظيفته هو اللي يضخ الميه، يطلع ميه بقى الدور الاولاني اذا كان نص حصان، والتاني والتالت بالكتير. اذا كان واحد حصان يطلع لغايه الخامس والسادس بالكتير، واحد ونص يخش على السابع والثامن والتاسع، تمام، بالكتير. 9 10 11 يخش على 2 حصان، وهكذا، وحسب المبنى وحسب القطر وحسب الصاعد وحسب الداخل وحسب الحسبه اللي بتاعت البرشر اللي جاي من بره، داخل لي ضغط قد ايه، لازم يقيسه الاول. قصه طويله عريضه. تمام. لازم نتعلم يا جماعه، ما حدش يضحك علينا، ما حدش يضحك علينا. مفيش حاجه اسمها منظومه تطلع الدور الكام، ودي بتطلع الدور الكام، وده بالون بيطلع الدور الكام، مفيش الكلام ده. الموتور هو المسؤول عن ضغط الميه فقط لا غير، مع حساب برضو الدخول الرئيسي جاي لي قد ايه. موضوع كبير يطول شرحه،
بس ما حدش يضحك عليك بحكايه الازاز دي، ما حدش يضحك عليك. يعني لو جبت انا الازاز دي مثلا هي ازاز قدام منك اهي مثلا، وقلبتها كده ومليتها ميه من تحت، هتدخل لك ميه الدور الاولاني ولا ما تطلع متر واحد ميه؟ واتحداك. تمام. نهارك ابيض. وربنا سبحانه وحالكم مع ده السامي جد الله. ما تخلوش حد يضحك عليكم، والعلم موجود ان شاء الله بفضل ربنا عز وجل. مش ببخل على حد باي حاجه، وربنا يبارك لنا وبينكم ان شاء الله. وكل حد عنده منظومه عايز يعملها انا ليكم. وربنا سبحانه وحالكم بفضل الله، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.